فيلمنا بيبدأ مع هو تشون وهو بيحكي ان من هو صغير كان عنده قدرة غريبة، وهي انه بيقدر يشوف اشباح الموتى. وبيكبر هو وبيشتغل ضابط في اسم المرور، وبيبقى شاب متفاني في شغله جدا وعنده ضمير. وفي وردية من وردياته الليلية بيكون هو واقف في كمين ومستني في اي لحظة اي عربية متجاوزة للسرعة المحددة عشان يوقفها. وبيبقى واقف مركز في الطريق على الرغم من ان الطريق بيكون فاضي جدا. وبيشوفه صديقه الشرطي وهو مركز وبيتريق عليه، وبيقول انه كان شبهه زمان لكنه في اخر كام سنة قرر انه ما يشتغلش بضمير لانه بيتعب في مقابل فلوس بسيطة. وبيقول له هو يشتغل عراف مثلا او وسيط روحاني احسن له. وبعدها بيقول له هو انه هيدخل الحمام وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل هو مراقب الطريق الطويل، وفجأة بتعدي عربية بسرعة جنونية، فبيركب هو عربية الشرطة بسرعة وبيوقفها. وبيبقى السواق راجل في متوسط العمر، وبيتكلم بكل برقة مع هو وبيقول له انه كان مستعجل لان شغله في مدينة تانية، وانه بس كان عايز يشوف مراته وعياله. وبيبقى هو شاب طيب فبيديه الرخصة بتاعته وبيخليه يدفع رسوم بسيطة، وبيتحرك هو عشان يروح لعربيته. لكن بالصدفة بيلمح فانوس عربية الراجل وهو مكسور وعليه دم، فبيفتح بسرعة شنطة العربية وبيلاقي فيها محفظة. وقبل ما هو يسأل صاحب العربية بيكون الراجل نزل منها وبيضرب هو وبيوقعه في الارض. وقبل ما يقتله بيجي صديقه الشرطي التاني وبيرفع المسدس ناحية الراجل وبيخليه يسلم نفسه. لكن قبل ما يحط في ايده الكلبشات بيقدر الراجل ياخد منه المسدس ويقتله بيه، وبيضرب النار على هو لكن ما بتجيش فيه. وقبل ما يضرب عليه تاني بتيجي واحدة شكلها مخيف جدا وشعرها لون وكل لبسها ابيض، وبتقف قدام الخاطف وبتبص له بنظرة مخيفة، وبقوتها بتقدر تخليه يضرب المسدس على نفسه. وبعدها بتلف وبتبص لهوا وبتشاور له على المحفظة وبتختفي. وفي مركز الشرطة بيقول القائد لهوا انه يستحق مكافأة وترقية لانه قدر يقبض على مجرم على الرغم من انه ضابط مرور، لكنه بيقول له انه كاتب في التقرير انه تم انقاذه من قبل شبح، وده كلام محدش ممكن يصدقه. وبيهدده انه لو ما غيرش اقواله هيسلم الشارة بتاعته ويستقيل. فبيقلع هو الشارة بتاعته وبيتصدم القائد من تصميم هو على اقواله الغريبة، وبيستدعي له ضابط تاني واللي بيكون اسمه تشانج، واللي بيقول لهوا انه عارف انه بيشوف اشباح الموتى، وده لانه شافه قبل كده وهو بيحاول ينقذ شبح ست عجوزة معدية الطريق لدرجة انه كان هيموت بسببها. فبيسأله هو لو هو عمل الصح بانه يقول ان شبح هو اللي انقذه. فبيرد عليه الضابط وبيقول له انه مؤمن ان كل انسان في حياته يومين مهمين، وهو اليوم اللي اتولد فيه واليوم التاني هو اللي بيتمسك فيه بالحق. وبيقول له انه متاكد انه باصراره انه يقول الحقيقه فهو عدى تاني اهم يوم في حياته. وبيساله هو عن القسم اللي هيتنقل له، وما بيردش تشانج عليه وبيركب معاه الاسانسير. فجاه بيضغط تشانج على زرار الدورين في الاسانسير في نفس الوقت، تتحول اللوحه الرقميه اللي في الاسانسير لعلامه غريبه، وبيتفتح الاسانسير على دور في مبنى الشرطه ما حدش يعرف عنه حاجه. وبيرحب الضابط بهو في قسم 9، وبيدخل هو بيلاقي عدد كبير من الاشباح بتمشى في كل مكان. بيلاقي صديقه الشرطي اللي مات وبيسلم عليه، وبيقول تشانج لهو ان الناس اول ما بتموت بتبقى خايفه جدا وبتعمل تصرفات جنونيه، وان القسم ده موجود عشان يحسسهم بالراحه والامان ويحسوا ان في حد سامعهم وحاسس بيهم. وبيكمل وبيقول ان مهمه هو هتكون القبض على الاشباح عشان ما تحصلش فوضى في المدينه، وعشان كمان يقدروا يحققوا لهم اخر امنيه. وبيبقى هو مبسوط جدا، لكنه بيقول للظابط انه ما بيقدرش يسمعهم وان بكده مش هيقدر يعرف مشاكلهم. فبيقول له تشانج انه مش عارف هو امتى هيسمعهم، لكن حتى لو ما حصلش فهو لازم يحس بيهم من قلب. فبيفرح هو وبيروح لصديقه الشرطي واللي بيحاول يوصف له اخر امنيه ليه. وبيفهم هو انه عايز يحرق مجله البنات اللي عنده. وبعدها بيروح للظابط وبيعرف ان صديقه الشرطي عايزهم يحرقوا آلة التشيلو بتاعته، وبيعرف هو انه فيهم غلط خالص. وبتيجي اول مهمه لهو في القبض على الاشباح، فبيساله هو لو دي بس مهمته. فبيقول له تشانج انها مش مهمه سهله لان الاشباح مش في كل مكان، وبيديه ادوات يستخدمها لما يشوف شبح عشان يقدر ينقله للمكان الصح. وبتكون عباره عن شمسيه يقدر اول ما يفتحها يحبس الشبح جواها وينقله معاه لاي مكان. وبيديه حاجه عباره عن شيء بيتحط جواه شمعه او بخور يستخدمه لما يشوف شبح عشان يقدر يتواصل معاه. وبيديه مسدس فيه طلقات مخصصه للاشباح. وفي مكان تاني بيكون في شابه عايشه لوحدها، فجاه بتسمع صوت غريب بينادي عليها، وبتبقى خايفه جدا وبتتخيل ان في حاجات بتتحرك. وبتنام البنت من كتر الرعب، واول ما بتصحى بتلاقي شبح لطفل صغير نايم في حضنها وبتصرخ باعلى صوت. وفي تاني يوم بتتصل السكرتيره بتاعتها بالشرطه، وبيحضر تشانج وهو بيقولوا لها انها تسيب لهم الشقه لمده يوم. فجاه بيظهر الطفل قدامهم وبيطلع الضابط جهاز البخور، واول ما بيشموا الطفل بيستريح وبيتواصل معاهم. وبيتكلم تشانج مع الطفل وبيعرف انه مات صغير واتحرم من والدته ووالده، وانه مفتقد حنان والدته جدا. وبيكمل وبيقول ان روحه متحصره في الارض لان طقوس الجنازه بتاعته ما كملتش. وبعدها بيفتح هو الشمسيه وبياخد الطفل فيها، وبيرجعوا لمركز الشرطه وبيحرروا الطفل عشان يكمل باقي الاجراءات ويساعد روحه. وهناك بيلاقوا زميلته ميسوي واللي سيد الاشباح بيكون مستولي على روحها عشان يوصل لهم رساله من خلالها. وبتقول له هو ان سيد الاشباح بيقولوا ان في روح واحده ست حواليه، وبيفهم انها شبح البنت اللي انقذها. بيقرر انه يروح لمكان الحادثه وبيلاقي شبح البنت مستنيه، وبيكون هو معاه بطاقتها وبيسالها لو اسمها هوانج، فبتهز راسها انه فبيسالها لو هي محتاجه مساعدته، فبتبتسم له هوانج وبيقرر انه يساعدها. وبتخليه هوانج يروح معاها للبيت اللي كانت عايشه فيه، وبيبقى بيحاول يفهم اللي حصل لها. وفجاه بتدخل بنت تانية للشقه وبتفروا حرامي وبتضربه، وبتكتشف انه شرطي فبتربط ايده بالكلبشات لحد ما يفوق. وبيصحى هو وبيقول لها انها اعتدت على شرطي، فبترد عليه البنت وبتقول له انها فتحت الشقه بمفتاحها لكنه اقتحم الشقه، وده معناه انها كانت بتدافع عن نفسها. فبيقول لها هو انه هنا عشان يحقق في موت هوانج، وبيديها بطاقتها وبيقول لها انه بيشوف روحها وانه عارف انها مش هتصدقه. فبتشاور له على صندوق محدش يعرف مكانه
مكانه غيرها. فبيشاور هو لصاحبه هوانج على الصندوق وبيلاقي صور هوانج ومذكراتها وبتصدقه، وبتقول له انها بتشتغل صحفيه واسمها هيون، وبتقول ان هوانج كانت صاحبتها وعايزه تعرف اللي حصل لها وبتطلب منه يساعدها وبيوافق هو على مساعدتها. وبتيجي المهمه الثانيه لهواو واللي بيكون الشبح فيها راجل عجوز حاسس بالوحده، فبيقرر انه يفضل عايش في نفس شقته واللي عاشت فيها اسره جديده حاسه بوجوده. وبيروح الظابط وهيسوي مع هوا لبيت الشبح العجوز، وبيبقى هوا هيغلط وينقله لمكان تاني لكن هيسوي بتلحقه، وبيبقوا لسه مش فاهمين ليه روحه محبوسه في الدنيا. فبيروح الراجل العجوز للمكتبه بتاعه البيت وبيقف قدامها وبيروح هو وراه، وبيلاقي الراجل العجوز بيبص على الحيطه اللي ورا المكتبه، فبيخبط هو عليها بايده وبيعرف انها مخبأ سري. فبيشيل هو الخشب وبيلاقي صور لبنت الراجل العجوز، وبيفهموا ان روحه مش مرتاحه لانه مش لاقي بنته. وفجاه بيدخل سيد الاشباح لروح هيسوي من تاني وبيخليها تشوف المكان اللي البنت موجوده فيه، وبعدها بيسيبها وبتقول لهم هيسوي انها عرفت المكان. فبياخدوا الراجل العجوز معاهم في الشمسيه وبيوصلوا للمكان اللي هيسوي شافته، وبيظهر انه مقبره جماعيه مدفون فيها عدد كبير من البنات واللي بيبقوا كلهم في سن بعض وكلهم لابسين نفس اللبس، وبتبقى اشباح البنات في كل مكان. وبيمشي هو وسطهم لحد ما بيلاقي روح بنت الراجل العجوز، وبيفتح تشانج الشمسيه للراجل العجوز وبيخرج منها وبيلاقي بنته اخيرا وبيكون ارتاح. فجاه بيشوف شوا شبح هوانج من تاني وبتكون بتبتسم له وبيعرف انها مدفونه في نفس المكان. وبعدها بيروح هو لتشان وبيقول له انهم لازم يحققوا في قضيه البنات، واللي واضح ان كلهم ماتوا بسبب غير طبيعي، وانه اكيد اخد باله انهم مدفونين في مكان واحد ولابسين نفس اللبس. فبيقول له تشانج ان دي مش مهمتهم وانهم ما ينفعش يمسكوا قواضي خاصه بالبشر، وبيكمل وبيقول ان ده دور الشرطه العاديه لكن هم قسم 9 قسم الاشباح بس. فبيتخانق معاه هو وبيقول له انهم ازاي هيقدروا يساعدوا ازواج البنات دي من غير ما يعرفوا السبب في موتهم. فبيحكي له تشانج حكايه شرطي متحمس زيه، وبيقول ان كان عنده حس قوي بالعداله، ساعتها قرر يساعد شبح من الاشباح لكنه عمل بسببها حادثه عربيه ومراته ماتت وبنته بقت وحيده. وساعتها مش بس اذى نفسه، هو كمان اذى الناس اللي بيحبهم وبينصحوا ما يتدخلش في العالم السفلي. فبيتضايق هو جدا وبيقرر انه يوصل للقتل بنفسه. وفي مكان تاني بيكون في دكتوره اسمها سون واللي بيكون عندها مستشفى خاصه بيها، وبيبقى قدامها واحد اسمه المستشار يونج وبيكون ميت، وبتتكلم معاه وبتوعده انها هترجعه تاني للحياه، وبيبان انها بتعمل طقوس غريبه عشان ترجعه للحياه. وبيكون المساعد بتاعها هو المسؤول عن البحث عن ضحيه تقدر سون تقدمها كقربان في مقابل انها ترجع المستشار تاني للحياه، وبتبقى مش لاقيه الضحيه المناسبه. في الطريق بيبقى هو قاعد لوحده وحزين، وفجاه بتجيله مكالمه من هيون صديقه هوانج واللي بتقول له انها شافت خبر المقبره الجماعيه اللي لقوها، وبتقول له انها اكتشفت ان كل البنات اللي في المقبره كانوا في مستشفى الدكتور سون. وبتقول انها افتكرت ان هوانج قالت لها انها بتمر بمشاكل في الفتره الاخيره وانها كانت على علاقه مع شخص اسمه المستشار يونج وكانت حامل منه. وبتقول له ان المستشار يونج عمل حادثه بالعربيه واتنقل لمستشفى سون، وبيتفقوا انهم يروحوا مع بعض المستشفى يكتشفوا اللي حصل بنفسهم. وهناك بيقابلوا سون وبيقولوا لها ان كل البنات اللي لقوها في المقبره كانوا بيتعالجوا عندها واللي من ضمنهم هوانج. فبتتكلم سون معاهم بوقاحه وبتقول لهم انها ما عندهاش وقت تضيعوا معاهم وانهم ما عندهمش اي دليل ضدها. فبيتعصب هو عليها جدا، فبتحاول هيون تهديه وبتاخده وبتمشي. وفي طريقهم للخروج من المستشفى بتبص هيون لكاميرات المراقبه وبتجيلها فكره، قرر انها ترشي حد من المستشفى عشان يدخلهم اوضه المراقبه. وهناك بيلاقوا هوانج وهي داخله المستشفى ومتخفيه، وبيعرفوا ان سون هي المجرمه الحقيقيه. وفي مكتب سون بيجيب لها واحد من المساعدين بتوعها كل المعلومات عن هيون واللي بتكون مطابقه لكل مواصفات القربان اللي هم محتاجينه عشان يرجعوا المستشار يونج تاني للحياه. وبيكون واحد من الجن بتوعها واقف جنبها ودي امر انه يهجم على هوا. وبيرجع هوا مع هيون لبيتها وبيشربوا سوا، وفجاه بيقع المشروب على بنطلون هوا وبيدخل الحمام عشان يغسله. وبتجيله ذكريات مشوشه عن الاشباح اللي كان بيشوفها في طفولته. فجاه بيتقفلوا النور وبيظهر الجن اللي سون بعتها في المرايه، فبيطلع هو المسدس بتاعه واللي خاص بالاشباح وبيدور على الجن في البيت. وفجاه باب الشقه بيتفتح وبيظهر تشانج وبيتصدم لما بيشوف هو وبيساله عن اللي بيعمله هنا، فبيساله هو نفس السؤال. فبتفتح هيون النور وبيطلع ان تشانج والدها، وبيبص تشانج على هو وبيلاقي قلع البنطلون وبيفهمهم غلط. وبيقعدوا كلهم مع بعض وبيسال تشانج هو عن اللي بيعمله في شقه بنته، لكن هيون بتقول له انه ما يتدخلش في خصوصياتها وما يمثلش انه خايف عليها لان هو اللي سابها بعد ما والدتها ماتت. وما بيقدرش تشانج يرد عليها لكن بيسال هو ليه قلع البنطلون، وبيحاول هو يبرر له موقفه. فبتتعصب عليه هيون وبتقول له انهم بيحققوا في قضايا البنات المخطوفه. فبيتعصب تشانج وبيقول لها ما تتدخلش في شغل الشرطه وما تعرضش نفسها للاذى. فبتقول له هيون انها مش بتتدخل في شغله ومن حقها انه كمان ما يتدخلش في شغلها. فبيتضايق تشانج وبيسيبهم وبيمشي، وبعدها بينادي على هو اللي بينزلوا بسرعه وهو متوتر جدا ومكسوف. فبيطلع تشانج المسدس وبيقول له هو انه يعد لحد 5 لو لقاه لسه قدامه هيقتله. وفي مركز الشرطه بيروح هو لتشانج وهو متعصب وبيطلب منه يسمعه، بس تشانج بيتعصب عليه وبيضربه وبيقول انه بقاله سنين بيحاول يحمي بنته من العالم السفلي وانه جه بوظ كل حاجه هو عملها وورط بنته في حاجه ملهاش دخل بيها، وبيسيبه وبيمشي. فبيقعد هو مع هيسوي وبيسالها ايه وظيفتهم كشرطه لو مش هيحققوا العداله، وبتبدا هيسوي تحكي له نفس حكايه الشرطي اللي مراته ماتت وبنته بقت يتيمه. فبيقطعها هو وبيقول لها انه عارف القصه وان تشانج حكاها له. فبتقول له هيسوي انها حكايه تشانج نفسه وان بسبب تدخله في العالم السفلي وكسر الحدود بين البشر والاشباح مراته ماتت، وبسبب خوفه على بنته ما قدرش يعيش معاها وانه كان حاسس انه السبب انها بقت يتيمه وقرر يبعد عنها عشان يحميها. وبيتصدم هو عن اللي بيسمعه، وفجاه بيدخل سيد الاشباح جسم هيسوي من
تاني، بيخليها تكتب على ورقه ان في كارثه هتحصل. وفي الوقت ده بتكون سون بعتت الحراس بتوعها عشان يخطفوا هيون. تبقى هيون قاعده قدام الكمبيوتر وبتبقى قدرت تخترق كاميرات المستشفى وبتراقب سون. فجاه بتشوف ظل سون على الحيطه وبيبان انها شيطان، وبيبقى تشانج بيتصل ببنته وبيطلب منها تسمعه ولو لمره واحده، وبيترجاها تبعد عن سون وكل حاجه متعلقه بيها، وبيبان انه عارف انها من العالم السفلي والسبب في قتل الاطفال. فجاه الخط بيتقفل وبتلاقي هيون ناس غريبه في بيتها، وقبل ما يهجموا عليها بتكون هيون مهارتها القتاليه عاليه وبتقدر تدافع عن نفسها، لكن واحد فيهم بيخدرها وبيغمى عليها. وبيوصل تشانج لبيت بنته لكن بعد فوات الاوان، وبيلاقيها مراقبه جراج المستشفى بالكاميرات، وبيلاقي ان سون بصله في الكاميرا وبيتخض جدا وبيبص على صوره بنته وبيروح لسون عشان ينقذ حياتها. وهناك بيقابل سون واللي بيبان انهم يعرفوا بعض، وبيطلب منها تسيب بنته لان ملهاش ذنب في حاجه، وبيقول لها انه عارف كل الجرائم اللي عملتها، هي اللي خطفت بنته، وبيقول لها ما تحاولش تنكر لان معاه الدليل. فبتقول له سون انها بتحاول تخلي العالم مكان افضل، وانها بتضحي بالناس اللي مش مهمه زي بنته في مقابل ناس مهمه زي المستشار يونج. فبيتعصب تشانج عليها وبيقول لها ان الارواح كلها متساويه. فبتقف سون وبتتحول عينيها للون اسود مرعب، وبتوريه صوره بنته اللي بيبقى بيتمارس عليها الطقوس. فبيرفع تشانج عليها المسدس، لكن سون بتهجم عليه وبيظهر ضلها كظل شيطان، وبتقول انها ترميه من فوق مبنى المستشفى وهتبين انها حاله انتحار بعد ما تشخص بمرض السرطان. في تنوم بتكتشف الشرطه جثه شخص في الارض قدام مستشفى سون واللي بيكون تشانج، وبتصدم هيسوي وهو اللي بيحس ان هو السبب. وفي مركز الشرطه بتلاقي هيسوي هو قاعد لوحده في مكان تشانج وبيبقى متاثر جدا وحزين. فبتقول هيسوي انها فكرته قدم استقالته، لكن هو بيكون حزين وما بيقدرش يرد عليها. وقبل ما يخرج بتحكي له هيسوي قصه طفولتها، وبتقول ان والدها البحار مات غرقان وهي عندها 3 سنين، وساعتها اتبناها شخص كان دايما سكران. تحكي انه لما بيسكر يعتدي عليها وبيضربها بالحزام. ساعتها قررت هيسوي تهرب، ولقاها تشانج واقعه في الشارع فودها دير تتربى فيه لحد ما وصلت سن 18. فتشانج اتبناها وكان بيعتبرها بنته، وبتقول انها دلوقتي خسرت كل حاجه. فبيحكي لها هو عن والدته اللي كانت شبح، ولان هو الوحيد اللي كان بيشوفها والده وداه عند عراف وقال له انه عنده قدره تخليه يشوف الاشباح ولازم يبعدوا عن كل انواع المعادن. وبيكمل وبيقول انه كان متعلق بوالدته الشبح لدرجه انه لما كان بيتعب كان بيخف عشان عارف انها جنبه، وانه كان دايما بيلعب معاها وبيتمشى معاها طول الوقت، وكمان كان بيقدر يسمعها. وبيحكي انه على الرغم من حبه ليها الا انه تعب من التنمر عليه، وكانت المنطقه كلها عارفه انه يقدر يتكلم مع الاشباح ويخافوا منه. وبيحكي انه في يوم اتخانق معاها وقال لها تبعد عنه، ومن ساعه اليوم ده وهو فقد قدرته على انه يسمع صوت الاشباح وما بقاش يشوف والدته تاني. فجاه بيقوم وبيقول لهيسوي انه هيحقق العداله بنفسه وهيجيب حق تشانج وينقذ بنته زي ما كان بيتمنى. وبتقرر هيسوي انها تساعده، وبيقرروا يخطفوا المساعد بتاع سون وبيهددوه بالمسدس وبيضرب عليه هو النار عشان يعترف. وبيعرفوا مكان هيون وبتراجع هيسوي تحقيقات الشرطه مع هو، وبيلاقوا ان مجموعه من الضحايا اللي سون قتلتهم كانوا مولودين في نفس اليوم اللي المستشار يونج مولود فيه. وبتقولوا ان الطقوس اللي سون بتعملها في تقديم الاطفال كقرابين بتساعدها تزود عمرها وترجع اي حد للحياه، لكن الواضح انها كانت بتعمل الطقوس بطريقه غلط وعشان كده قتلت اطفال كتير. وبتقول انها تحاول تاني من خلال تقديم هيون كقربان. فبيقرروا انهم يروحوا المستشفى، وبتشوفهم سون في الكاميرا وبتبعت الحراس بتوعها عشان يوقفوهم، وبيقدر هو يهزمهم بسهوله بسبب مهارته القتاليه العاليه. وبتساعده هيسوي وبيقدروا يوصلوا لمكان سون، وبيدخل هو لكن الباب بيتقفل عليه وما بتقدرش هيسوي تدخل وراه. وفجاه بتلاقي مجموعه كبيره من الاشباح الاشرار حواليها، لكنها بتقدر تهزمهم كلهم بانواع مختلفه من الاسلحه اللي مخصصه لقتل الاشباح، وبتقدر تقتلهم كلهم. وفي اوضه سون بيضرب هو النار عليها، لكن سون بتكون اسرع منه، وبيشوف هو هيون وهي في حوض مليان ميه وفي شموع حواليها، وبيفكر في حل يقدر يهزم بيه سون. وبيفتكر هو كلام تشانج اللي كانت ده ميه مقدسه وقال له يستخدمها مع الاشباح الشريره والغير قابله للاصلاح. فبيقرر يعمل خطه ذكيه عشان يقدر يوصل بيها لسون، وبيوهمها انه هيسلم نفسه لحد ما بيقرب منها. في الوقت ده بتكون هيسوي بتحاول تدخل لهوا، لكن فجاه بتسمع صوت حزام وبتلاقي شبح والدها اللي كان بيضربها وبيعتدي عليها، وبتبقى ضعيفه جدا قدامه وخايفه. وقبل ما يقتلها بتستجمع هيسوي قوتها وبتضربه. في الوقت اللي بيقرب هو من سون وبيرمي الميه المقدسه عليها، فبتتحول لست عجوزه جدا تظهر تجاعيد عمرها الحقيقي وبيكون شكلها مرعب. وقبل ما تضرب الرصاص على هوا وهي بتموت بينقذوا شبح تشانج، وبتموت سون وبتخلص الطقوس الشريره، وبينقذوا هيون اللي اول ما بتصحى من النوم بتسال على والدها وما بتكونش شايفاه لانه شبح. وفي الجنازه بيقول تشانج اللي هو انه اكتشف ان الاموات في حياتهم يومين مهمين، وهو اليوم اللي بيموتوا فيه لاول مره، واليوم الثاني هو اليوم اللي بيموتوا فيه بسلام. وبيشكر هو لانه بسببه حس بالسلام. وبيتمشى هو لوحده في شوارع المنطقه اللي كان عايش فيها وهو صغير على امل انه يلاقي مامته من تاني، وفجاه بيشوفها وبيجري بسرعه ناحيتها فبتبتسم له والدته، وبيحس هو انها فخوره بيه.